مشاهدينا المحترمين أو في قنوات الكأس الرياضية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا العاصمة تونس حيث تفتح العيون على الدربي العربي الكبير. هنا رادس يناديكم لقمة القمم، دربي القرن لتحديد بطل 2026. هنا حيث يكتب السطر الأخير في قصة وحكاية الوصول إلى اللقب. ملحمة النار والحديد، باب سويقة، باب جديد ما بين الجارين، ما بين الكبيرين، ما بين العريقين. التاريخ يا جماعة، طويل الكرة من ركنية ملعوبة سهلة للحارس، أمان الله من ميش. هذا الدربي سيبقى إما ذكرى جميلة أو كابوس مرعب يا سادة. هذا الدربي وبالذات اليوم انطلاقه من هناك على الجهه اليسرى، محاوله للنادي الافريقي لاعب ضد لاعب. الكره من فراس شوات مع ياسين مرياح تتحول الى ضربه ركنيه او ركله زاويه. اعلان عودته للصداره وصحوته وعدم التنازل عن لقبه، ويرغب عبره النادي الافريقي تعزيز ريادته وصدارته واعلان هروبه عن الجار. ايها السيدات، محمد بن علي، الكره العرضيه لكراس، المحاولة للترجي الرياضي التونسي ووضعية تسلل مرة أخرى في بيج ماتش الكرة التونسية والعربية. غير هذا باي باي، كرة للترجي على اوفسايد من الحكم المساعد الثاني ميكايل. دربي القرن، دربي وجود وليس حدود. العبرة فيه بالنتيجة. قلم واستلم شهاب النجبالي، الكرة الخطيرة الرأسية وعبد المهيب الشامخ. الترجي ينتفض في دقائق، يهدد دفاع النادي الافريقي. كرة للترجي خطيرة جدا، الاستلام، المحاولة، الفرصة الأولى، التهديد الأول، الدفاع إلى حمزة رفيعة. رفيعة في الانطلاق، رفيعة، التمريرة كانت قوية من حمزة رفيعة وبعيدة على محمد أمين بن حميدة. أول دربي بعد الاستقلال. دفاع الترجي يضغط في هذه الدقائق. كرة من غيث الزعلوني، الزعلوني، التماس يعود للنادي الافريقي. هكذا قرر هذا الحكم كريستيان بيت. الكرة والابعاد من حمزة بن عبده لا زالت مستمرة. تسديد اي كلام من كسيلة ابو علي في هذا الشوط الاول. كسيلة يسدد، كسيلة ابو علي يحاول الترجي في 27 دقيقة منذ بداية أحداث هذا اللقاء. بالأسفار طويلة ملعوبة في منطقة الجزاء، خطيرة جدا للنادي الأفريقي. التسديدة والكرة بعيدة وعالية من حمزة الخضراء. مباراة نهائي كأس الجمهورية سنة 1976، اللقاء الأول 1-1، المباراة الثانية 0-0. التتويج بالكأس عاد للنادي الافريقي بعدد الركنيات 3-1. النادي الافريقي يتقدم الان، محاولة من ايمن الحارسي، تسديدة امان الله مميش، يتألق مميش امام تصويبة ايمن الحارسي. اول تهديد للنادي الافريقي، اول كرة عادت من جديد، كرة ملعوبة بلا كسيلة خطيرة. ضاعت الفرصة، ضاعت الكرة والفرصة يا الله على هجوم الترجي الرياضي التونسي. اعصار، هيجان هجوم الترجي الرياضي التونسي في لحظات. استلام ممتاز، أرادها في البعيدة، في المستحيلة على عبد المهيب الشامخ. كوسيلة يتقدم لمسة ممتازة، يا سلام، خطيرة جدا. عبد المهيب الشامخ متسلل، كان في وضعية تسلل وهاجم الترجي التونسي في اللقطة الأخيرة، لكن اللمسة، الفكرة كانت جميلة من كسيلة بن علي، العرضية إلى عبد المهيب الشامخ. هذا الذي تحدثت عنه منذ قليل عن القرار السيء للاعب الترجي التونسي لما يقرب للمرمى، لما يميد فلوريان دانو والحارس عبد المهيب الشامخ. دانو يحاول استلام بالظهر ثم دوران وتسديد وفي المكان المناسب. حارس النادي الافريقي عبد المهيب الشامخ. كرة من حمزة رفيعة الى محمد بن علي، العرضية، دانو الرأسية والكرة بعيدة وعالية من معز الحجالي. دانو كان في المتابعة لهذه الكرة، لكن الرأسية
كانت من معز الحاج علي، بعيدة بعيدة، كرة الشريبي على الخضراوي تانو، وأول بطاقة صفراء في المباراة، البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء في آخر دقيقة من الوقت. علي كرة إلى شهاب الجبالي خطيرة جدا، الكرة الرأسية بعيدة وعالية، التهديد الأول للترجي في الشوط الثاني مرة أخرى من معز الحاج علي. هذه ثالث محاولة للترجي في الشوط الثاني لمحمد بن علي. بن علي التوزيع، الكرة في منطقة الجزاء عالية، يا الله، كرة الترجي الرياضي التونسي. معز الحاج علي يظهر من جديد بعد الرأسية، يسدد بعيدة وعالية. الترجي الرياضي التونسي أجمل 3-2. زعلوني خطيرة جدا، مميش كرة في الركنية. النادي الافريقي قليل الوصول الى مرمى مميش، لكن عندما يصل يشكل خطر كبير على دفاع الترجي الرياضي التونسي. زعلوني 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 زعلوني، جول زعلوني، جول 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 جول. هذا الطريق يعرفه جيدا، وهذه الدربيات تعرف ابطالها. الافريقي يظهرون حيث العاصمة، حيث رادس، حيث العودة للايام الخوالي، حيث الرابعة بعد العاشرة بتوقيت باب جديد. في مباراة من مباريات النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي، مباراة مهمة في الدوري المحلي، طبعا تعتبر نقاط الأبرز أو ما يسمى بنقاط تتويج باللقب. طبعا أنه فاصل نقاط الترجي والإفريقي لا يتعدى إلا تقريبا نقطة أو نقطتين، فبالتالي المفروض كل فريق قدم مستوى كبير. مش عارف صراحة اللي مستقبل في المباراة، لأن في قانون تونس طبعا المستقبل في المباراة هو من طبعا يستقبل جمهوره طبعا في نادي أو في ملعب رادس. طبعا من المستحيل أن يدخل كلا الجماهير للفريقين، فقط جمهور واحد هو اللي يدخل، إما الفريقي أو الترجي حسب الفريق اللي مستقبل في اللقاء. مباراة كما قلنا 3 نقاط من أجل طبعا حسم مشكل اللقب. على ما أعتقد ربما متبقي بعض الجولات، أو ربما راح تكون آخر مباراة في هذا الدوري، لكن هي من تحسم بالجزئيات. يعني مثلا فارق نقاط، مثلا نقطتين، إن فاز الخاسر بنقطتين راح يتوج ب3 نقاط، فبالتالي حيكون فارق بينه وبين الآخر نقطة واحدة، هكذا يكون توج بهذا اللقب أو الدوري. فكانت الأمور معقدة كثير في هذا العام، بالاختلاف على الموسم السابق اللي كان تقريبا الترجي يعني فات كل الفرق بنقاط كثيرة. الآن النادي الإفريقي قدم مستوى كبير في هذا الموسم، فبالتالي حاول أنه يوضع بصمة إيجابية للجمهور والاطمئنان على الفريق، وإدراك أنه قادر على التتويج باللقب في أي لحظة من اللحظات. إذن على كل حال راح نتمنى نشوفوا فرجة ومتعة في هذه المباراة. أهم شيء هو الأهداف تسجل في المباراة. المباراة بدون أهداف لا تعتبر شيء، هي ممكن تكون إيجابية للفريق اللي في المرتبة الأولى الآن، ولكن نتمنى كمشاهد وكمستمتع يحب يشوف أهداف في اللقاء.